والحدوتة 176 هنكمل رمسيس وذهب الفراعنة. نقول إن المعرض كان في سيدني في استراليا عقب اصطفافهم ساعات أمام المدخل الرئيسي لقاعة أوديسيوم لدخول المعرض والاستمتاع بمشاهدة كنوز الملك رمسيس الثاني. قال دكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن المعرض حظى بإقبال جماهيري كبير في افتتاحه للدرجة إن نفذت التذاكر في يومه الأول، وبيؤكد على إنه تم بيع حوالي 35 ألف تذكرة حتى الآن. قال إن ده بيسهم بشكل كبير خلال فترة عرضه ولحتى يناير 2025 في الترويج للحضارة المصرية القديمة. أضاف الأمين العام أن السوق الألماني بيعد من أهم الأسواق المستهدفة والمصدرة للسياحة لمصر، وبيعد المعرض ده مجرد نبذة بسيطة وقليلة عما تركوا الأجداد، وبيستهدف منه إثارة شغف السائح الألماني لزيارة مصر والتعرف عن قرب على الحضارة المصرية القديمة وزيارة الأماكن اللي جاءت منها هذه القطع الأثرية، خاصة المتعلقة بالملك رمسيس الثاني، للتعرف على ما شيده من معابد مقابر له ولزوجته الملكة نفرتاري، ده بالإضافة للاستمتاع بكافة المقومات السياحية الموجودة بالمقصد السياحي المصري من منتجات وأنماط سياحية متنوعة ومختلفة. أوضح أن المعرض بيضم قطع أثرية مختارة من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير عصر الملك رمسيس الثاني، بالإضافة لتابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية وبعض القطع الأثرية الأخرى. هنرجع بقى للحواديت بتاعتنا واللي الهدف منها ان احنا نشرح الحضارة المصرية القديمة. هيبقى عندنا مقبرة مير الرع الثاني واللي بتقع في تل العمارنة، وكان كاتب ملكي مشرف على الحريم الملكي. مقبرته هي الوحيدة من مقابر المجموعة الشمالية واللي احتفظت بسلامة أعمدتها المغلقة والمعلقة، وعددها 2. بيلاحظ أن الصالة لم ينتهي العمل فيها أبدا. الحائط الغربي خالي تماما من أي نقش أو تصوير. الحائط الشمالي أيضا خالي فيما عدا أجزاء من رسم يمثل الملك والملكة يكافئان مير الرع. لم يتم إلا نحت جزء من المقصورة، أما التمثال فلا يكاد يكون قد وضح. على الجانب الأيسر من الحائط الجنوبي للصالة منظر لإخناتون جالسا تحت كشك بسيط في حين بتصب نفرتيتي النبيت له
بينما تقوم على تأدية طلباته 2 من بناته، هما ميريت آتون، وأخرى قد تكون باكت آتون. على الجانب الشرقي منظر بيكاد يكون مكررا في كل مقبرة، منظر مكافأة الملك لصاحب المقبرة بعطايا تتكون من القلائد الذهبية، الهدايا الأخرى النفيسة. الملك والملكة يطلان على الخارج من شرفة القصر، يسلمان الهدايا لمير الرع الثاني اللي بيقف لأسفل، وقد تزين بالكثير من القلائد. وراء الزوجين الملكيين نرى الأميرات تسلمن لأمهن ذخيرة جديدة من القلائد لتسليمها لأبيهن. حول هؤلاء فرق الجيش، العربات، حاملوا المراوح، رهط من الأجانب، بينهم الكثير من الساميين، 1 أو 2 من الليبيين. تحت هذا المنظر نرى حريم المنزل يحيون مير الرع. على الحائط الشرقي منظر الجزية الخاصة بالشعوب، فيه بيحتل الملك وعائلته كشكا مسقوفا، وممثلو الدول ينحنون أمامه. في المنظر دون 6 من الأميرات، وده أكبر عدد بيظهر منهن في المقابر. المنظر الوحيد اللي قلنا سابقا إنه يوجد على الحائط البحري له أهمية خاصة. خراطيش أخناتون ونفرتيتي استعيدت بأسماء سمنخكارع ميرت آتون لهذا المقبرة، لابد وإنها كانت في طريق التنفيذ عندما حدث التغيير في الحكم. ميريكارع ده واحد من ملوك الأسرة العشرة، حكمت من نيسو أهناسيا المدينة. احتدم في عهد النزاع بين أسرته وبين أمراء طيبة الأقوياء، واللي كانوا يهدفون لإعادة توحيد مصر تحت سلطانهم. تمكنوا من الاستيلاء على مصر العليا حتى الأشمونين. لم يبقى للأهناسيين إلا القليل من مصر الوسطى ونفوذ ضئيل في الدلتا اشتهر اسمه بسبب البردية اللي بتحتوي على نصائح وجهها إليه أبوه الملك خيتي الثالث، واللي بتعتبر من أهم المصادر لدراسة حالة مصر أواخر عصر الفترة الأولى، وكمان بتعكس المفاهيم والعلاقات الجديدة على الفكر المصري، واللي تمخضت عنها الثورة الاجتماعية اللي حدثت في ذلك العصر. مسخنت كانت مسخنت إله الولادة، واحدة من آلهات الحظ والقدر، كانت واحدة من آلهات حجرة الولادة ال4، تلازمت مع حقد اللي كانت من آلهات الولادة، كما كان التشخيص لكرسي الولادة قالبي اللبن الذين كانت تجلس عليهما المرأة أثناء الولادة، ومن ثم صورت أحيانا في هيئة قالب من اللبن يبرز من جانبه رأس سيدة، كما مثلت في هيئة امرأة بترتدي على رأسها رشتين طويلتين ملفوفتين عند القمة، مأخوذ
معكوستين